طبعا قبل اي حاجة بعد على كل راجل جدع، وانا اسف طبعا انا انقطعت فترة كده محترمة، تعبان جدا الفترة دي بصراحة، بس يعني ايه هحاول على قد ما اقدر ان نواظب يعني مع بعض. طيب لو انت متابع الراب سين عندنا في مصر فانت اكيد ملاحظ حاجة دلوقتي وملاحظها من فترة قريبة، بعد كده فترة ابعد، بعد كده فترة ابعد، وهي ان بشكل او باخر الراب سين نايم. معظم الرابرز مختفية بقالنا فترة كده، يعني مش حاسبها بس بقالنا فترة حلوة. مثلا ما سمعناش ولا تراك لعفروتو ولا لمروان موسى ولا لأبي يوسف ولا الويجز الى اخره، بخلاف طبعا الفيتشر التعبان اللي بيوسف عامله مع ليل بابا. بتكلم في المطلق، يعني ايه اللي بيحصل بيخلي من كل فتره والتانيه الرابرز اللي هي المفروض مشهورين وان هم يعملوا تراك ده المفروض يكون شيء سهل شويه عليهم، يعني بخلاف الناس اللي لسه بادئه او بخلاف الناس اللي اقل شهره منهم، لان الناس دي المفروض معاهم امكانيات اكتر. ليه ديزي ما بيعملش حاجه الى اخره والى اخره؟ خلينا نبص الموضوع كده من بعيد شويه. اول سؤال، هي المفروض تمشي ازاي؟ هي المفروض تمشي ان انت لما تبقى مشهور تقدر تقدم تراكات اكتر، ولا العكس لما تبقى مش مشهور تقدر تقدم تراكات اكتر؟ لو بصينا لاول جانب وهو جانب القدرات الماديه، المفروض لو انت مشهور تقدر ان انت تنتج اكتر للفانز، لان انت هيكون معاك بادجت اكبر، هيكون معاك منتجين، هيكون كل حاجه تحت ايديك الى اخره. انما لو انت اقل شهره، لو انت لسه مش معروف كويس، فطبيعي ان انت انتاجك يكون اقل. طيب بالنسبه بقى للناس اللي اوريدي مشهوره دي، ايه سر التاخير بتاعهم ده؟ وليه ما بينتجوش تراكات بشكل اسرع من كده بكتير زي ما كانوا بيعملوا قبل ما يتشهروا؟ بص، هو هنا في شويه جوانب كده كتير. اولهم عشان تكون فاهم بشكل او باخر الرابرز او احنا عموما يعني اي ارتست بيخاف ان هو يقدم حاجه ما تعجبش الناس. هتقولي وايه المشكله؟ اكيد مش كل حاجه هنعملها هتبقى بيرفكت. اقول لك لا، اللي احنا بنخاف منه او احنا بنشوفها من زاويه ان انت كفان انت مش صاحبي، انت مفيش بيني وبينك معرفه سابقه. يعني لو انا قدمت تراك وحش ما عجبكش بكل بساطه انت مش هتسمعني تاني، وده شيء هيأذيني وهيأذي مزيكتي. حتى لو حاجه ليها عجبتك انت وخلاص وتقبلت التراك اللي ما عجبكش دوت، ممكن غيرك يشوف التراك اللي انا بقول ان هو وحش دوت، يسمعه ما يعجبوش، يقرر انه ما يتابعنيش، هو اكيد مش هيديني فرصه، فاهم؟ بس هو يعني مفيش معرفه بيني وبينه، فبيكون ده اول خوف. تاني خوف وهي نقطه ان انت اوريدي خلاص بقيت مشهور، انت اوريدي خلاص بقيت في ناس كتير عارفاك. ده بشكل او باخر بيطمنك شويه ان انت مش هتروح عليك ولا حاجه، انت اوريدي عندك ناس قاعدين مستنيين ان انت تنتج لهم حاجه معينه. وبالنسبه طبعا لباقي الفنون اللي حوالينا زي البوب والفنون التانيه المنتشره في مصر، المهرجانات الى اخره، الفانز بتوعهم دي الطريقه اللي هم اوريدي بيتعاملوا بيها، ولكن ده مش سياق الراب، ولكن عشان ده سياق فنون تانية كتير عندنا في نفس المنطقة في نفس البلد، فنانين زينا حوالينا، دي طريقة تعاملهم مع الفانز ودي طريقة تعامل الفانز معاهم في التراكات، فده بيهدينا شوية ويخلينا ما نقلقش. ولكن النقطة الأهم هي مسألة الخوف من الرفض، نظرا لأن خلاص بقى في ناس كتير مترقبة، فبنبقى خايفين إن احنا نكون بنشوقك على الفاضي، فاهم؟ يبقى أنت قاعد مستني بقالك شهر شهرين 3 4 وفي الآخر ينزل تراك ما يعجبكش. والأهم من دوت وهو إيه؟ إن أنا خايف أبعد الفان القديم او انفر مني الفان الجديد وبس كده. وعشان كده طبيعي ان انت تلاقي الرابرز كل ما بيتشهروا كل ما انتاجهم بيقل، كل ما بيتشهروا كل ما بيخافوا اكتر ان هم ينزلوا تراك وما يعجبكش. عشان كده بتلاقي تراكات كتير جدا متسربه وما نزلتش ومش هتنزل. هي على فكره ما بتنزلش عشان هي متسربه، هي ما بتنزلش عشان الرابرز بيكونوا غضوا نظرهم عن التراك ده، قال لك لا خلاص انا مش عايز انزل التراك ده. ليه؟ الخوف الاول والاخير هو ان هم شايفين التراك ده وحش ومش هينجح في المينستريم، بخلاف رايك وذوقك انت. هم شايفين هم من وجهة نظرهم هم ان التراك ده وحش، فخايفين ان هم يبعدوا الفان عنهم بيه. بس كده يا سيدي، ولحد هنا يكون الفيديو بتاع النهارده خلص. لو الفيديو كان لطيف متنساش لايك وشير سبسكرايب، وقريب بقى تشوف كل حاجه تاني. يعني انا بس ايه تعبان بس حبتين، بس انا معاك.